السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأفضل صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض فطاير جميلة بحشوة البطاطس ومعاها صوص الجبنة الجميل. لو انت بتتفرجي عليا ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، تشتركي في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. عندي فطاير الجبنة دي يا جماعة لذيذة جدا وسهلة واقتصادية ومش مكلفة بالمرة. لو عندك 3 بطاطسيات وعندك 3 كوبايات من الدقيق هتعملي ألذ وأحلى فطاير لولادك. هنبدأ دلوقتي بسم الله. هنعمل العجينة بتاعة الفطير اللي هي حبة ملح وذرة سكر ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وببدأ أضيف الدقيق عليهم وببدأ أعجن كويس أوي. لازم اخد ودي في العجينة لغاية ما توصل معايا بالقوام اللي انا عايزاه دهون ومتبقاش ملزقة في ايديا. طبعا لو بتعملي اي عجاين او فطاير لازم تاخديها كويس في العجين وتخدميها كويس عشان تديك نتيجة كويسة. بعد كده ما خلصتها عجن بقت معايا بالقوام اللي انتوا شايفينه ده، ببدأ اسيبها لمدة 10 دقايق تستريح شوية او ربع ساعة. معايا ذرة بسلقه، بحطه في مية وملح وبسلقها، بتاخد حوالي 10 دقايق على النار. بطاطس زي ما انتوا شايفين كده وبقطعها مكعبات. لما بتقطعيها تقشريها وبتقطعيها مكعبات بيكون اسهل معاكي في السلق وبيكون اسرع. انتي اسلقيها بالطريقه اللي تعجبك، بس انا بفضل الطريقه دي بتكون لي اسرع معايا وبتوفر لي وقت كبير. معايا فلفل رومي اخضر بقطعه برضو مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين كده. كده انا قطعت 3 قرون من الفلفل. معايا كمان طماطميتين حلوين. انا بعمل كده يا جماعه على قد الكميه اللي انا هعملها، على قد ولادي، فاحنا ما شاء الله اسره كبيره وعددنا كبير فبعمل كميه كبيره. معايا الذره بعد ما سلقته طبعا ببدا اخرطه بالسكينه بالشكل ده، هيكون اسهل معاكي بكتير زي ما انتوا شايفين كده. ببدا العجينه بتاعتي بعد ما استريحت لمده 10 دقايق باخدها دلوقتي وبكورها وبقطعها احجام صغيره مش كبيره قوي عشان اقدر اخليها تبقى رقيقه معايا في الفرد، ما تبقاش تخينه او سميكه. زي ما انتوا شايفين كده خلصت الكميه كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عباره عن كور صغيره عشان تبقى سهله معاكي في الفرد. ببدأ طبعا هنا اجيب البطاطس بعد انا ما سلقتها، بهرسها كويس قوي بهرسة البطاطس او بشوكة، وببدأ اضيف عليها الحاجات اللي انا احطها. عندك التوابل اللي انت بتفضليها طبعا، ملح فلفل كمون 7 بهارات بحط منها نص معلقة صغيرة، وببدأ احط المكونات اللي انا جهزتها معايا الطماطم والفلفل الاخضر وبقلبها كويس قوي في بعضها لغاية ما الخليط كله يمتزج مع بعضيه. بضيف لها دلوقتي الذرة المسلوقة، بتديها طعم جميل جدا 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 وبتبقى قيمتها الغذائية اعلى. زي ما انتوا شايفين كده جهزت الخليط بتاعي كويس قوي. ببدأ بقى اجيب الفطير بفردها كده بالنشابة
انتوا حضراتكم شايفين كده. بخليها رقيقة، يعني لا هي رقيقة لا هي رفيعة قوي ولا هي تخينة قوي، زي ما انتوا شايفين كده. هو ببدأ احط الحشوة بتاعتي بقى بكمية معقولة اهو. وممكن تحطي معاها طبعا اي نوع من الجبن، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا اللي انتي بتفضليها او بتحبيها، وممكن من غير جبنة خالص يعني برضو بتبقى جميلة زي ما تحبي. ببدأ كده اهو، بعملها زي الرول كده، هو بتطلع معايا زي الساندوتش. هعمل معاكم واحدة كمان. بملأ الحشو بتاعي، بضيف الجبنة، بطبقها رول او بلفها رول زي ما انت شايفة، وببدأ اطبقها كده. تمام تمام. ببدأ اجيب طاسة فيها زيت، بغلي الزيت كويس قوي، وبنزل بالسندوتش بتاعي اللي انا عملته، بفضل اقلبه على الجنب من جنب لجنب لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه. هو ده اللون اللي انا عايزه اوصله، شايفين كده؟ هو ده اللون الجميل. ببدأ اعمل صوص الجبنة معايا، معلقة من السمنة، معلقتين من الدقيق، يشبه طريقة البشاميل بالظبط، نفس طريقة البشاميل، كأنك بتعملي بشاميل بالظبط. بقلبه كويس قوي، بضيف الجبنة كده، بقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. بعد الجبنة مساحت فيه بيبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. ما تنسوش يا جماعة نبدأ نصلي على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. شايفين كده؟ ادي الصوص بتاعي بعد ما جهز. ما شاء الله قوامه جميل، وطعمه وريحته ما اقولكوش، طعمه جميل جدا جدا. ودي الفطاير بتاعتي بعد انا ما خلصتها. في كام واحده كده زادوا مني في الاخر من الحشوه، انا حطيت لهم جبنه بس، ما حبيتش اضيف عليهم حاجه تانية، برضو بتديني طعم خرافي. ودي اللي انا عملتها معاكم بالبطاطس والحشوه اللي احنا جهزناها في البدايه. شايفين طعمها؟ شايفين جمالها؟ هتديكي احلى نتيجة. ممكن تعمليها سندوتشات لعيالك وهم رايحين المدرسة، سهلة جميلة ومبتاخدش وقت معايا. اتفضلوا معانا. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسيش تحط لايك وتشتركي في القناة عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة